مشاهدينا الأفاضل، طابت أوقاتكم. من الفضائية الإريترية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، والتي نبدأها بأهم وأبرز العناوين. مجلس الوزراء يبحث استعدادات موسم الخريف. الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس العلاقات الإريترية الصينية. تدفق الإريتريون إلى البلاد للاحتفال بعيد الاستقلال. تطور ملحوظ لدباروا في سنوات الاستقلال. مرحبا بكم. من العناوين إلى التفاصيل. بحث مجلس الوزراء في الاجتماع الذي عقده في 16 من مايو بحث الاستعدادات الجارية لموسم الخريف، وكذا البرامج الموضوعة وتلك التي تنفذ في الأقاليم بالنظر إلى تنبؤات الأمطار والموارد المطلوبة. وأوضح الرئيس سياس أفورقي استحالة التحدث بشأن المجالات والبرامج الأخرى دون تخزين الغذاء الكافي، وأن ذلك لا يتحقق بالاعتماد على أمطار الخريف فقط. لذلك يتطلب التوسع في الزراعة المروية وتوجيه الدعم لحل المصاعب الآنية والانتقال الطوعي إلى مناطق التنمية والدفع بإنتاجية المجالات الأخرى للحصول على الحلول الدائمة، مذكرا بضرورة تعزيز تنسيق الإدارات والمؤسسات المختصة. وقال الرئيس سياس أفورقي أن الاعتماد على الزراعة المطرية وحدها غير مجدي، مشددا على الأهمية الكبيرة للاستفادة المثلى من الأمطار والانتقال في أقصر وقت ممكن إلى الزراعة المروية والاستخدام الواسع للآليات والتقان المجلوبة بمنصرفات كبيرة، موضحا عن وضع برنامج تجريبي هذا العام للمواطنين عامة وسكان المناطق محدودة الموارد الزراعية خاصة للانتقال طواعية بطريقة دائمة أو جزئية إلى المناطق التي تشهد تنمية زراعية. وأشار إلى أهمية الدفع بإنتاجية المجالات الأخرى مثل الثروة البحرية والحيوانية، والتي يتوجب منحها اهتماما كبيرا إلى جانب الأنشطة الزراعية المروية. وقدم وزير الزراعة والحكومات المحلية توضيحا عن أوضاع أمطار الربيع والبرامج الزراعية المعدة ومساحة الأراضي المجهزة للزراعة وتنمية ونشر البذور المحسنة واستخدام الأسمدة وتفعيل أنشطة حماية التربة وحفظ المياه وكذا البرامج الأخرى. وبحث اجتماع مجلس الوزراء سبل القيام بالعمل الجاد للتعرف على تنبؤات الأمطار والدفع بإقامة المواطنين في مناطق التنمية بأسفل السدود، لأهمية ذلك في تحقيق الأمن الغذائي وتنسيق العمل للتعرف على المجالات الأخرى وزيادة مساهمتها في تحقيق الأمن الغذائي، ومنح الأولوية لإرساء مركز وطني حديث خاص بمعلومات الإرصاد الجوي. تم الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية الإريترية الصينية يوم 15 من مايو بسفارة جمهورية الصين الشعبية بحضور الرئيس سياس أفورقي وكبار المسؤولين في الحكومة والجبهة. وقال سفير الصين في إريتريا السيد نيو تشيانغ في الكلمة التي ألقاها في المناسبة أن تشابه الثقافة والتاريخ في البلدين ساعد على إقامة علاقات دبلوماسية قوية ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون من خلال الشراكة، وأن البرامج التنموية التي نفذت على أساس الشراكة في السنوات العشرين الماضية في مجالات البنى التحتية والتعليم والصحة والتعدين وغيرها هي نتاج لهذا التعاون. وقدم مسؤول الدوائر في وزارة الخارجية السفير في الساسيون بيتروس قدم توضيحا عن العلاقات المتجذرة بين البلدين وخاصة العلاقات الدبلوماسية، شارحا نظرة البلدين في الشؤون الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية وكذلك العلاقات المتطورة. وذكر مدير دائرة آسيا والباسيفيك في الوزارة السيد أبراهام داويت من جانبه أن تجربة النضال المسلح لإريتريا والصين من أجل تحقيق الاستقلال وسياسة النهج المستقل التي يتبعانها تساهم بدور إيجابي في علاقاتهما، موضحا بأن علاقات الشراكة هذه يتوقع أن تساهم كثيرا في المزيد من التعاون بمرحلة الاستثمار الاقتصادي التي تلجها إريتريا. وفي ذات السياق قدمت سفارة جمهورية الصين الشعبية في إريتريا هدية لفخامة الرئيس سياس أفورقي
تجدر الإشارة إلى أن أريتريا والصين أقامتا العلاقات الدبلوماسية عام 1993 عقب ظهور نتائج الاستفتاء. يتدفق آلاف الإريتريون المقيمون في المهجر إلى البلاد للاحتفال بالذكرى 22 للاستغلال وسط شعبهم. وأفاد مكتب الجوازات عن وصول 411 مواطن في الأيام الثلاثة الماضية بالخطوط الإريترية، و112 مواطن بالخطوط اليمنية، و62 بالخطوط المصرية، والمئات من أوروبا وأمريكا وكندا والشرق الأوسط وأفريقيا وغيرها من الدول عبر طيران لوفتهانزا الألمانية. وأوضح المواطنون أن الجاليات الإريترية في دول المهجر تحتفل بأعياد الاستقلال، إلا أن الاحتفال به داخل الوطن ووسط الشعب له بهجة وطعما خاصا. وذكرت السيدة سارة برهاني القادمة من فرانكفورت الألمانية والسيدة منى عمر القادمة من مينيسوتا الأمريكية عن ارتياحهن للحصول على فرصة الاحتفال بالمناسبة داخل البلاد. كما أوضح السيد هايلو غلطا والسيدة غدوسان تولي القادمين من مدينتي تكساس وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، أوضحا أن الإريتريون مع وطنهم وشعبهم قلبا وقالبا، وأن بلوغ الشعب الإريتري إلى هذا المستوى متجاوزا جميع المؤامرات والعدائيات يبرز قوة روح التصدي، مؤكدين بأن الشعب الإريتري الذي صنع المعجزات في الأوقات الصعبة قادر على أن يعيد التاريخ نفسه ويصنع المعجزات في الوقت الحالي أيضا. شهدت مديرية دبارو تطورا ملحوظا في سنوات الاستقلال نتيجة لبرامج التنمية التي نفذت بها. وقالت مدير المديرية السيدة لؤول أسرات أن أغلب قرى المديرية تلتقي بالطرق وتنتشر بها الاتصالات التليفونية الثابتة والمتحركة، كما أرسيت بها خدمات البريد السريع. وأوضحت عن بناء العديد من المرافق بالمديرية كالمساكن الحديثة ومصانع البلاستيك والأسفنج والمكرونة والمياه المكررة والبسكويت والمشروبات الكحولية وغيرها من المؤسسات الإنتاجية نتيجة لإعداد الخطة السكنية لها. وقد تحولت مدينة دباروا بالفعل إلى مركز صناعي كبير، مؤشرة إلى أن توفر المياه والكهرباء ساهم في تطورها. كما أشارت مديرة المديرية إلى انتشار التيار الكهربائي في 9 قرى بالمديرية وتواصل الأعمال لمد الكهرباء في القرى الأخرى، موضحة عن توفير المياه للتنمية الزراعية بعد حل مياه الشرب والسقي من خلال بناء العديد من السدود، منوهة إلى المشاكل التي كان يعاني منها السكان قبل الاستغلال، لا سيما التنقل لمسافات بعيدة من أجل الحصول على المياه. وأكدت في ذات السياق على المشاركة الفاعلة للسكان في أنشطة النفير لحماية التربة وحفظ المياه وتمهيد الأراضي الزراعية وصيانة الطرق والمدارس والمرافق الأخرى. وأشار المزارعان النموذجيان تسفايغ الآب والسيد حدوغو سمري أن السدود والحفائر التي شيدت في مناطقهم بعد الاستغلال حسنت من حياتهم المعيشية. تساهم المكتبات المتنقلة لوحدات قوات الدفاع بإقليم جنوب البحر الأحمر في زيادة ثقافة القراءة. وأوضح عضو قوات الدفاع مسجون هايلو ومدهاني تخلآبا أن المكتبات المتنقلة لها الكثير من المميزات لوضعها في الاعتبار طبيعة قوات الدفاع التي تتنقل من موقع إلى آخر، وقد ساهمت هذه المكتبات في توسيع معرفتهم بمختلف المجالات. وأشاد سلمون في السهاية وسامسون نتسار آب بالجهود الجارية لحصولهم على التعليم والتقنية الحديثة، وناشدين بضرورة توفير جميع أنواع الكتب. وأوضح مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد إدريس عثمان أن نشر المكتبات المتنقلة في أوساط وحدات قوات الدفاع جزء من أنشطة بناء شباب أكفاء، لا سيما وأنها تساهم بدور كبير في إرساء ثقافة القراءة وانتشار أندية القراء. وأشار إلى أن المكتبة المتنقلة التي بدأت تقدم خدماتها في دبي سيما سيتم توسيعها في 5 أماكن أخرى. أوضح سكان ضاحية باتكلا بأن مشروع المياه الذي أرسي بمنطقتهم ساعد كثيرا في تسيير حياة مستقرة،
وذكروا بأن مؤسسات الخدمات الاجتماعية التي أرسيت في سنوات الاستغلال ساهمت في تطور حياتهم والمنطقة، مشيدين بجهد إدارة إقليم شمال البحر الأحمر وتعاونهم مع الشركاء. وقالت السيدة عبيد سعيد بأنهم كانوا يعانون من السير لمسافة أكثر من 5 كيلومترات لجلب المياه، وسيقومون بالعناية والرعاية الجيدة لمشروع المياه لضمان ديمومته. وأوضح السيد تكي قرمازيون والأستاذ هابتون برهاني من لجنة المياه أن الجهود الجارية لضمان الرعاية الاجتماعية والصحة تحقق نتائج جيدة، مشيرين إلى إقامة 4 محطات توزيع مياه في منطقتهم ليحصلوا على المياه عن قرب. وأفادت مساعدة مدير ضاحية إمباتكلا السيدة كيروس قبر برهانة أن مشروع المياه ساهم في حل المشكلات بما فيها معاناة الطلاب والمرأة، إلى جانب توفير مياه الشرب النقية. هذا وتقطن في ضاحية إمباتكلا بمديرية قندع أكثر من 300 أسرة. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، دمتم بألف خير.